السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده كفته باللحمه، بس هنعملها في الاير فراير، وهقول لكم هل هي تستحق انك تشتريها او لو عندك تستخدميها وتعملي فيها ولا لا. وزي ما انتوا شايفين معايا كفته طالعه ما شاء الله طريه ومستويه، وبجد طالعه طعم وشكل احلى بكتير من ان انتي ممكن تعمليها في الفرن. وكمان الميزه هنا ان هي بتكون صحيه، مفيش اي دهون انت بتضيفيها، حاجه كده لا تذكر. فهي تجربة بجد ممتازة، واتمنى انكم تجربوها. اول حاجة معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة في نسبة من الدهون، وانا شلت من النص كيلو بس 3 معالق كبار. ومعايا بصلاية حجم وسط بكون بشرها، بطلع كل المية بتاعتها. هستخدمها دلوقتي، هقولكوا في ايه. ونزلت بالتفل بس بتاع البصل، وضفت عليه معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من بهارات الكفتة او بهارات اللحمة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب كويس قوي، اهم حاجة ان احنا نقلبها كويس، يعني بمعنى اصح كده انك تعجني الكفتة وتكون ناعمة خالص معاكي، يعني تيجي تضغطي عليها تحسي فيها عروق بيضة كده بسيطة كتر ما هي نعمت. ولو حسيتي ان اللحمة معاكي اللي انتي جايباها خشنة، فتديها كده فرمة في الكبة، لان لازم تكون ناعمة معاكي خالص. اخدت بقى المية بتاعة البصل، ضفت عليها معلقة من الصلصة ومعلقة من السمنة البلدي ورشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. ممكن تستغني عن خطوة السمنة البلدي، انا بحبها عشان بتديها طعم حلو. هنصبع بقى الكفتة بتاعتنا، وطبعا بتبلي ايديكي بالمية بتاعة البصل والطماطم دي، وتبتدي تصبعي الكفتة. اعملي بقى حجم الصبع زي ما تحبي، حابة تعمليها كبيرة حابة تعمليها صغيرة حسب العدد الافراد اللي عندك. احنا عشان مجرد فردين فانا مش بعمل اعداد كتيرة. بعد بقى ما بنخلص هندخلها التلاجة حوالي نص ساعة، وبعد كده هنبتدي ان انا اسويها. انا الفترة الجاية ان شاء الله هنزل معاكم سلسلة فيديوهات عن اكتر من وصفة واكتر من اكلة هنعملها في الاير فراير، وهقول لكم رأيي فيها عشان لو في عروسة او في ست بيت حابة انها تشتريها. هنجيب بقى ورقة من الزبدة، الورق ده بيكون مخصص للاير فراير، هو حلو قوي بصراحة معايا ان هو بيحافظ عليها. هنسخن الجهاز بتاعنا لمدة دقيقة، يعني اهم حاجة بس قبل ما نضيف الكفتة بنكون رشين رشة زيت ومسخنين ورقة الزبدة مع رشة الزيت ده مدة دقيقة. وبعد كده بنرص صوابع الكفتة بتاعتنا، وعلى الوش بقى هنديها مسحة بسيطة كده من مية البصل وصلصة الطماطم اللي احنا عملناها مع بعض، عشان هتديها لون حلو قوي. هنظبط الجهاز بتاعنا على حرارة 190، وظبطته لمدة نص ساعة بس، هي هتاخد معانا تلت ساعة بس. بعد ما عديت اول 11 دقيقة كده بدأت ان انا افتح، لقيتها ان هي استوى الوش اللي هو فوق قبل اللي تحت، فبنقلبها كده تقليبة بسيطة على الجنب التاني، وهنديها برضو مسحة بسيطة من مية البصل. هنخلص بقى دهان كل صوابع الكفتة، وهي هندخلها تاخد بقية الوقت اللي هما 9 دقايق، يبقى اخدنا من نص ساعة كلها وهما تلت ساعة بس اللي اخدناهم. وكانت جاهزة معايا ومستوية ومحتاجتش وقت اكتر من كده. قدميها بقى بالطريقة اللي تحبيها، انا هنا قدمتها مع سلطة الطحينة والعيش البلدي بتاعنا، بنحب ناكلها كده مع سلطة وجرجير. بجد طلعت طرية وقد ايه حلوة قوي، زي ما انتوا شايفين من جوه طرية جدا ومستوية، ما تقلقيش مش هتنشف منك. وبجد التجربة ناجحة وانا هعتمدها بعد كده. يلا بقى لو عندك اير فراير او بتفكري تجيبيها فما تتردديش انك تجيبيها، وهتنجح معاكي ان شاء الله. واسيبكم في رعاية الله وحفظه.